نمشيو لولاية صفاقس وفي متابعة لوضعية شركة بتروفاك المرتكزة بجهة قرقنة. دخلوا اليوم 4 من عمالها في اعتصام مفتوح على خلفية عدم تدخل السلطات المعنية وفض اعتصام المعطلين عن العمل بمحيط الشركة، واللي انطلق منذ حوالي 3 أشهر، واللي تسبب في إلحاق أضرار فاتحة بالشركة بعد تعطل سير نشاطها. اعتصام العمال الأربعة اليوم واللي سجل دخولهم في إضراب جوع جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية والمراسلات اللي وجهوها الكل من والي الجهة ووزارة الداخلية والسلطات الإدارية المطالبتهم بالتدخل وإيجاد حلول للمعتصمين، خاصة أنه حق التشغيل مطلب شرعي، لكن غياب الأطراف المعنية خلى العمال متخوفين على مورد رزقهم المهدد، خاصة أنه وضعية الشركة ولات صعيبة وممكن ياسر تدفع بالشريك الأجنبي للانسحاب، وبالتالي غلق شركة بتروفاك نهائيا على حد تعبير العملاء. قررنا باش ندخل في اضراب جوع بعد كل الجهودات اللي عملناها انا وزملائنا في شركه بتروفاك. ما سمعنا حد، وكل مره نسمعوا كلام مش تتحل مش تتحل، ما لقينا حتى حل. دونك دخلنا في اضراب جوع وما احناش مفتوح. اضراب جوع مفتوح، ما احناش باش نحلوه. احنا طالبين نخدموا مسالمين، لا نحبوا مشاكل لا نحبوا حاجه، نحبوا نرجعوا نخدموا روحنا. شريتي حبست كي ساكن بالكرا، الكرا مش خلصوا انا شكون مش خلص الكرا غدوه وماء وضوء وكذا وصغار تقرا واحد، وشهرتي حبست منمش نعيش ومن هكا مسالم على البنكه. شكون مش يقبل يجي المعتصم يجي يخلص عليا؟ مش معقول هذا.